السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. من مطبخ ماما عبير زي ما معوداكم كل يوم وصفة جديدة، النهارده إن شاء الله هنعمل أكلة لذيذة جدًا كلنا بنحبها، وخصوصًا إحنا في فصل الشتا، يعني حاجة كده تنعش النفس الحزينة. بجد، بجد هتفتح شهيتكم. النهارده هنعمل إن شاء الله القرنبيط المقرمش. هنعمل نُصّه في الair fryer والنُص التاني هنعمله بالزيت، يعني في ناس طالبة قرنبيط مقلي بالزيت، وفي ناس بتعمل diet عندي في البيت، فعايزين يعني بدون زيت بقى كده ويبقى مقرمش كده وحاجة جميلة أوي. يالّا نصلّي على النبي وندخل نشوفوا الطريقة ونعرف المقادير. معانا هنا قرنبيطة حاجة كده عنب يعني لذيذة جدًا، نضّفناها وقشّرناها وخلّيناها زي الفل. زي ما أنتم شايفين كده أول حاجة هنعملها، هاجيب السكينة وأقطع الوردات بتاعة القرنبيط الجميل. طبعًا إحنا كلنا عارفين فوايد القرنبيط، يعني أكيد هتدخلوا تعملوا search عنه وتعرفوا فوايد القرنبيط، حاجة كده يعني إيه بجد زي ما باقول لكم كلها فيتامينات. باجيب بقى السكينة وباقطع الوردات، وقبل أي شيء قبل ما أغسل القرنبيط لازم أنضّفه كويس معلومة عايزة يعني أقولها لكم على الماشي، القرنبيط بيبقى هو والكرنب بيبقى فيه دودة خضرا كده، فخدوا بالكم منها. أفتش في الوردات كويس أوي، وحتى لو مثلًا جايبة كرنب وهاعمل محشي تفتشوا كويس ورقة، ورقة، وتغسلوا ورقة، ورقة، لإن طبعًا إحنا عارفين طبعًا بيبقى مزروع يعني لسه جاي المحصول من الأرض، وبيبقى فيه حشرات وحاجات من دي، يتغسل كويس أوي بالله عليكم. أنا قطّعت الوردات كويسة أوي، هاروح بقى نغسله، غسلته وخلّيته زي الفل، وبعد كده نشلته من المَيّة، وجِبت حلة على النار حطيت فيها معلقة ملح ومعلقة كمون، ونزلت بالقرنبيط، يعني هاسيبه كده زي 10 دقايق كده ياخد نُص سِوَى، وبعد كده هنشيله من الحلة. زي ما أنتم شايفين كده هو يا دوبك 10 دقايق، طبعًا بعد ما المَيّة غليت سقطت القرنبيط فيه نشلته، وهاسيبه يهدى شوية كده، بعد ما يهدى هاعمل بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة بتاعة القرنبيط. أنا معايا هنا توم، ومعايا بصلاية، ومعايا بقدونس، والتوابل معايا ملح وكزبرة وكمون، ومعايا كاري، ومعايا كركم، ومعايا معلقة سمسم. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، معلقة السمسم ديّة أنا يعني عن نفسي باحطها في كل الأكلات، لإني أنا عارفة فوايد السمسم عظيمة، يعني كفاية الكالسيوم، كفاية كده إحنا طبعًا خلاص جسمنا متدمّر ما فيهوش كالسيوم، فإحنا كنا مخدوعين إن الكالسيوم موجود في الألبان والكلام دوّة، لأ، السمسم وباقولها لكم في كل فيديو إن هو أحسن من الألبان. كيلو سمسم. هاجيب بقى بيضتين، وجِبت كوباية لبن ونزلت بيهم باقلِّب كويس أوي. طبعًا إحنا كُلّنا عارفين الخلطة الجميلة اللي إحنا بنعملها للقرنبيط، البنات اللي لسه متجوّزة جديد مش عارفاها، هنجيبوا بيضتين وننزل بكوباية اللبن، وبعد كده التوابل اللي أنتِ تفضّليها. أنا هنا برضه حطّيت بابريكا، وحطّيت نُص معلقة شطة عشان يبقى crispy بقى كده ومقرمش ومشطشط كده حاجة جميلة. حطيت هنا كوباية دقيق، وحطيت معلقتين، الكيس ده كان فيه معلقتين آمم نشا، باقلِّب كويس أوي، وحطيت مرقة دجاج كمان زي ما أنتم شايفين كده. لو لقيتوها يعني لقيتوها تقيلة ممكن تزوّدوا شوية لبن. أنا هنا ضربت بقى التوم مع البصل مع البقدونس، ضربته كويس أوي، فرمته كويس أوي، ونزلت بيه على الخلطة بتاعتنا الجميلة ديّة. زي ما أنتم شايفين كده باقلِّب كويس أوي. أهم حاجة إن الخلطة بتاعتنا ديّة ما تبقاش سايلة، أنا مش عايزاها سايلة، أنا عايزاها يعني حلوة،
عايزاها كده خليط كده متجانس حلو عشان يلزق في الوردة، أول ما أنزل بالوردة كده أغطّسها تلزق في الوردة كلّها وتبقى جميلة، ما يبقاش بقى سايلة بقى وكده. زي ما أنتم شايفين أنا معايا هنا كمان بقسماط كريسبي اللي هيخلّي بقى القرنبيط بتاعنا يعني مقرمش وجميل. زي ما أنتم شايفين كده أنا هنا هابدأ بقى آآ أغطّس الوردات الجميلة بتاعتنا، وبعد كده بانزل البقسماط. أنا دلوقتي مجهّزة الحلة بتاعة الair fryer، جايبة يعني جِبت ورقة زبدة حطيتها في الحلة رشّيتها كده بالزيت، زي معلقة زيت كده، وهابدأ بقى أحُط جزء في حلة الair fryer، يعني هاشغّل الاتنين، هاحُط الطاسة على الزيت، يعني هاحُط الزيت في الطاسة أشغّل بقى الair fryer واشتغل بقى عشان يعني أخلص. أنتم عارفين القرنبيط ده بياخد يعني غلبة، بياخد وقت. أنا معايا بقى عشان شغّلت الاتنين بصراحة في التحمير والحاجات ديّة ما خدش وقت معايا، هي بس السلق والتحضير بتاع الخلطة ديّة اللي بياخدوا وقت، لكن بالنسبة للتحمير ما بياخدش وقت خالص. زي ما قُلت لكم إن أنا عندي في البيت ناس بتعمل diet فعايزين القرنبيط بدون زيت، فأنا قُلت بقى أعمل في الair fryer وأقلي بقى عشان يعني عندي جوزي بيحب القرنبيط طري كدهوّة، ما لوش هو في الكريسبي والحاجات ديّة، فأنا عشان أرضي جميع الأطراف عملت بقى لكل واحد اللي هو بيحبه. زي ما أنتم شايفين أهي الحلة أهو حطيت فيها آآ آآ ورق زبدة، ودهنت من تحت عشان الوردات ما تلزقش في الورقة، رشيت كده شوية زيت، حاجات بسيطة، وبعد كده رشيت فوق الوردات زيت، يعني ما ينفعش إن أنا أدخّل عشان تتحمّر بسرعة، لازم يعني أرُش شوية زيت، حاجات بسيطة، وحمّرت لهم بقى بطاطس، وعملت لهم شغل عالي بجد يعني. قُلت برضه يعني اللي مش عايز ياكل ده، ياكل ده، كده يعني. حمّرت بطاطس كان عندي برضه بتنجان كُبّي حمّرته وقليته يعني، وكان عندي كمان فلفل ألوان قليته. بُصّوا شايفين الجمال والطعامة، حاجة كده والله العظيم 3 أنا ما كنتش متخيّلة إن هيطلع تحفة كده، ما خدش هو 7 دقايق اتحمّرت، حاجة كده روعة. وأخدت بُصّوا شايفين مش بتلزق خالص، ما لزقتش عشان أنا دهنت في الورقة الزبدة من تحت دهنت زيت، فما لزقتش خالص. وهنا قليت البتنجان والفلفل وزي ما أنتم شايفين، وبعدين بعد كده رُحت قالية ال القرنبيط زي ما أنتم شايفين، الريحة تحفة وطالع سُخن وجميل وطعمه لذيذ، حاجة كده بجد، بجد والله اللي عنده اكتئاب ياكل قرنبيط يا جماعة، وأقسم بالله حاجة كده أكلة روعة، وأنا جايباها ب25 جنيه، مش غالية يعني، حلوة وجميلة وهتكفّي الأسرة. زي ما أنتم شايفين بُصّوا الطعامة والجمال، بجد، بجد كان القرنبيط طعمه لذيذ جدًا مع بقى عيش سُخن بقى، وكلوا واتمتعوا وقولوا الله. بجد، بجد أكلة يعني تفتح الشهية، أكلة لذيذة جدًا، وخصوصًا إحنا طبعًا في فصل القرنبيط يعني عيشوا حياتكم كده وكلوه يعني كلوا طبيخ، كلوه مقلي، كلوه يعني اعملوا كفتة منه، يعني هو ليه كذا طريقة أنا عملته لكم كذا مرّة. بُصّوا هنا المقلي كان مزيّت شوية، لكن اللي أنا عاملاه في الair fryer بجد، بجد كان مقرمش وجميل، وأكيد أنتم سمعتوا في بداية الفيديو القرمشة بتاعته عاملة إزاي، بجد روعة. وزي ما أنتم شايفين كده
أنا خلّصت القلي وبدأت بقى أسرفِس بقى في الأطباق، وزي ما أنتم شايفين بُصّوا حلة الair fryer الحمد لله ما باظتش ولا أي حاجة، عشان حطيت ورقة زبدة، والحلة يعني يا دوبك تغسلوها كده غسلة كده بسيطة، أو ممكن تمسحوها بمنديل والدنيا تبقى إيه تمام. زي ما أنتم شايفين كده الحمد لله خلّصنا أكلتنا الجميلة اللي طعمها لذيذ، باتمنى إن أنتم تجرّبوها، وزي ما أنتم شايفين عملت بتنجان وبطاطس محمّرة وخَس، وكانت ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا. أتمنى تجرّبوا الوصفة بتاعتي، وتحياتي ليكم، كانت معاكم عبير العمراوي من مطبخ ماما عبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.